أهلا بيكم. أي حد بيدور على شغل محترم ومربح في نفس الوقت حابب أقول له إن شركة مايلرز للشحن واحدة من أقوى الشركات الناشئة في مجال الشحن والتوصيل في مصر. بتقدم فرص عمل كويسة جدا لو عندك عربية ملاكي أو موتوسيكل. الراتب ممتاز وثابت والشروط سهلة جدا. ركزوا معايا للنهاية عشان تعرفوا كل التفاصيل. نتقابل بعد الإنترو. أهلا بيكم مرة تانية. زي ما اتكلمنا كده في البداية عن شركة مايلرز. شركة مايلرز شركة كبيرة وشركة بقالها في السوق المصري فترة كبيرة، بتخدم في دول كتير. محتاجة ناس بموتوسيكلات ومحتاجة ناس بعربيات بمرتبات ثابتة زي ما قلنا في بداية الفيديو. طيب لو هنتكلم عن شروط التفاصيل، كل اللي عليك إنك تفهم أو التفاصيل الطبيعية بتاعة الوظيفة وهي عبارة عن إيه. هو كل اللي عليك إنك هتستلم شحنات يوميا من الفرع الأقرب لحضرتك، وهتوصلها في منطقة محددة وثابتة. مش هتدور على كل يوم على مكان جديد هتنزل فيه، لا هو مكان ثابت بنظام ثابت هتنزل، هي منطقة ثابتة كل يوم. الشحنات اللي هتوصلها هتكون شحنات خفيفة جدا زي الإكسسوارات والملابس والأدوات المنزلية، وبعد ما تخلص يومك هترجع على الفرع تسلم المرتجعات بتاعتك ولا طيب في حد هيسأل يقول عدد الشحنات اليومي اللي هنسلمها قد إيه؟ بالنسبة للعربية بتكون حوالي 60 شحنة، تمام، والراتب بتاعك هيبقى فيها 17106. أما لو معاك موتوسيكل بيكون عدد الشحنات اللي بتاخدها في البوكس حوالي 40 شحنة، وده إن دل على شيء فبيدل على إن الشحنات صغيرة، والمرتب فيها بتاعك هيبقى 12480. تمام. المرتب أنا شايفه مرتب كويس جدا وهايل جدا، من غير استقطاعات ومن غير مشاكل. طيب إيه الشروط اللازمانة عشان نقدر نشتغل في شركة زي مايلرز؟ أنا عملت فيديو قبل كده سابق بخصوص شركة مايلرز، بس أنا عامل أبديت أو تحديث للفيديو علشان الأسعار وفي نفس الوقت عشان نعرف الشروط. إيه هي طيب الشروط دي عشان تشتغل مع مايلرز؟ رقم واحد يكون عربية ملاكي أو موتوسيكل يكونوا طبعا صالحين للشغل، يعني عربية تقدر تشتغل ما تكونش فيها أعطال كتير ما تعملش مشاكل. السن بتاعك يكون أكبر من 21 سنة. البطاقة الشخصية والرخص بتاعة القيادة ورخصة السواقة يكونوا رخصة القيادة ورخصة المركبة يكونوا ساريين. كمان الشركة عندها شوية شروط إضافية لضمان انتظام الشغل. أي شركة طبعا بتبقى عايزة إن الشغل بتاعها يبقى ماشي بانتظام، فبتحط بعض القوانين أو الرول. هي بتقولك إن أول حاجة إن لو في أي طلب او في اي اوردر فيك هيتحاسب عليه خصم 100 جنيه. يعني ايه اوردر فيك؟ يعني انك تدي حاله غير صحيحه، يعني لا تقول ان العميل اجل او رجع منتج والكلام ده ما حصل. الحاجه التانيه، لو حصل ان فندوم عمل اكتر من 15 اوردر فيك في الشهر مش هتحسب له جارانتي، لان مرتبك اصلا المفروض في اساسه هو اساسي زي الجارانتي، بس انت بتاخده كمرتب ثابت. فلو حصل وحضرتك ما خدتش ما عملتش يعني عملت اكتر من 15 فيك، انت ممكن ما يتحسبلكش الجارانتي. تمام. لو غبت عن الشغل في يوم هيكون في خصم 300 جنيه. طيب لو هنيجي نتكلم عن المميزات الرئيسيه، خليني اوضح لك نقطه عن الوظيفه دي. رقم واحد، المميزات بتاعتها إن هو راتب ثابت ومجزي جدا. تاني حاجة مكان الشغل ثابت، مش هتقعد تلف في أكتر من مكان. يعني في شركات شحن بتنزلك كل يوم في منطقة، لا أنت هتبقى ثابت وتنزل في منطقة واحدة. عدد الشحنات اليومية معقول جدا ومش مرهق زي بقية الشركات. في شركات بتدي أكتر من 60 شحنة بالنسبة للعربيات الملاك. تمام. غير كده الشغل مع شركة زي مايلرز بيديك فرصة إنك تنضم لفريق كويس تتعلم منه تكبر بسرعة. يعني يبقى ده استثمار في مستقبلك، بمعنى اصح ان انت ممكن تلاقي لك بعد ما تشتغل جوه ممكن تلاقي لك فرصه انك تعرف تشتغل كاداري جوه، وده طبعا لو انت حد كويس ومميز وبناء على الطلبات اللي هما بيطلبوها. طيب اخيرا، يعني لو انت شايف ان الشغل ده مناسب لحضرتك، يا ريت انا هبقى سايب ارقام او عناوين المقابلات هبقى سايبها في صندوق الوصف. كل واحد فيكم ممكن يرجع له، ولو في حد عنده تعليق، يعني عنده عاوز يسأل على حاجة أو عاوز يعرف حاجة، ممكن يكتب لي في التعليقات وأنا هرد عليه. كمان لو تعرف حد معاه عربية ملاكي أو موتوسيكل وبيدور على شغل، اعمل شير للفيديو ده عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. أشوفكم في فيديو جديد. شكرا.